بياخد منك ازازه زيت كامله و10 بيضات. تعالي بقى هوريكي الوصفه اللي دخلتنا ترند وخلت اللي ما بياكلش القرنبيط بياكله. عملنا كنتاكي الغلابه اهي، سامعين؟ ولا بتتفرفت ولا كفر بيقع. بصوا الجمال، بحدفها مزقلطه ونازله ما شاء الله. KFC هيزعل مننا ويقول كلام تاني بقى. اهي اوبا، مفيش كفر هيقع منك تاني، ولا هتستهلكي 15 بيضه، ولا هتخلصي ازازه زيت. بيتنطط زي الفل. كنتاكي القرنبيط بأبسط طريقة وأحلى طعم، مش شارب أي نقطة زيت، خلطة من جوه تحفة. بصوا الجمال، أبيض زي الشمع وخلطته روعة. يلا بينا نشوف أسرار الفيديو بتاعي اللي دخلني ترند على اليوتيوب من 7 سنين، واستفيدي منها واعمليه، ومستنية رأيك وهتدعيلي. يلا على الحلقة. اول حاجه هجيب حله هنزل فيها بشويه ملح، وهنزل بشويه كمون صغيرين عشان الغازات، وهنزل بقى بشويه حليب. ده بيقلل من الريحه، مش بيزيل الريحه خالص. شويه ربع كوبايه حليب كده بيقلل من ريحه القرنبيط او الكرنب لما نيجي نسلقه. وهقلب كده، وهكون قطعت بقى القرنبيط زهرات زي ما انتم ما شايفين بالحجم اللي تحبوه. انا بحبه حجم وسط او قريب للصغير شويه. الحلقه دي كنت عملت لكم فيها قرنبيط بالصلصه وقرنبيط بالبشاميل اللي كانت جميله، والحبه دول انا سلقتهم وفرستهم. وانزلي بقى اول ما الميه تغلي انزلي بزهرات القرنبيط دي فيها، وبعد كده يعني حوالي 3 4 دقايق كده. وتعرفي منين ان هو اتسلق؟ لما تمسكي حرف القرنبيطه كده من الجنب او تحطي فيها شوكه وتحسي ان هي استوت، تطلعيه على طول على مصفى وتحت الحنفية عشان توقفي التبريد بتاعه علشان ما يتهريش، لغاية لما يبرد خالص وتسيبيه في المصفى يصفى وتشتغلي، يا إما تفرزيه. أنا عملت الحركة دي، حطيتهم في المصفى وبردتهم تحت الحنفية، وبعدين سبتهم يصفوا خالص وعينتهم في الكيس في الفريزر علشان هعمل معاكم الوصفة دي بعديها بكام يوم. ادي كيس الفريزر، اول ما تكوني مفرزاه ما ينفعش تشتغلي بيه كده على طول وتحمري، لا هيبقى ني معاكي. تجيبي حله فيها ميه سخنه بتغلي وتروحي نازله بالقرنبيط، مش هيتهري ما تخافيش، هيفك معاكي اهو زي ما انت ما شايفه. مجرد دقيقه واحده يفك معاكي ويشرب من الميه، لان التلج لما بتسيبيه يفك كده خالص بيصفي الميه اللي فيه فبينشف معاكي. وتروحي مطلعاه دقيقه، مش هنسلق تاني، وتحطيه في مصفى تاني وتسيبيه. جبت بقى كزبرة خضراء وبقدونس، وجبت 3 بيضات، وجبت هريسة شطة على توم أو توم بس من غير هريسة شطة، وشوية ملح وشوية كمون وشوية بابريكا مدخنة، وعليهم مية أو حليب. بس أنا بحب أعمل بالمية لأن بتخليه كريسب أو الحليب ممكن يخليه يطرى شوية. وطماطمية صغيرة كده مبشورة بالمبشرة بتدي الخلطة دي طعم حلو قوي. وهبتدي أعمل بقى أضرب الكلام ده كله مع بعض، أربه مع بعضه، وهنزل بقى بشوية دقيق بالتدريج لغاية لما هقولك هنوصل للأنهي قوام بالظبط. هيبقى قوامها يا جماعة عامل زي قوام الكيكة الخفيفة كده، لا تبقى خفيفة مية ولا تبقى تقيلة قد كده ماسكة على الحتة. خلاص كده هنزل بالقرنبيط بقى. الخلطة بتاعتي متحيقة واخدة البيض واخدة الخضرة واخدة كل حاجة. هسيبها منقوعة بقى في الخلطة دي نص ساعة. ليه بقى؟ تشرب من الطعم وتبقى جميلة وما يبقاش من جوه طعمها ني. تعالوا بقى نحضر الخلطة الجافة. هنزل بدقيق، وهنزل عليه بمعلقتين 3 نشا، وهنزل كمان عليهم ببقسماط. البقسماط يبقى قد الدقيق بالظبط، يعني لو كوبايه دي يبقى كوبايه بقسماط. شويه ملح صغيرين مش هنكتر عشان ما يحدقش مننا. شويه كركم علشان ده اللي بيدي اللون وبيدي طعم حلو قوي معاه، والكركم ليه قيمه غذائيه عاليه. وشويه بابريكا كمان برضو للطعم وللشكل الحلو. بعد ما تنقع معايا، بعد ما اتنقعت معايا في الخلطه نص ساعه كده، وبقيت اقلبها كل شويه كده، تضمني ان انت تيجي تاخدي خرطه القرنبيط تاكليها تحسي ان طعمها كله خلطه ومحيق وجميل، مش هتبقى ماسخه في بقك. هنزل بقى في الخليط الجاف كده، وهكون حاطه بقى طاسه فيها زيت على البوتاجاز. وانزلي بقى لما الطاسه تبقى سخنه. عايزه النار تبقى متوسطه، ما تبقاش عاليه قوي. لو النار عاليه قوي هتحمر بسرعه معاكي ويبقى قلبها ني. لو النار هاديه خالص الكفر او القشره هتقع منك ومش هتمسك معاكي. اول حاجه يبقى الزيت سخن جدا، وبعد كده خلي النار متوسطه، وانزلي بالقرنبيط بتاعك وحمري وشوفي بقى كريسبي. والله كنتاكي القرنبيط يا جماعه. الوصفه دي والطريقه دي عملناها من 8 سنين او 7 سنين على اليوتيوب، دخلت ترند وقتها، وكانت القناه لسه صغيره وساعتها الناس عرفتنا، وكل اللي عملها بقى يدعي لنا ويشكر فيها. القرنبيط الكريسبي الكنتاكي، بصوا الجمال والحلاوه اللي هيغلب KFC. ها بصوا اهي
ولا بقى بنشيل بالراحه بمعلقه وشوكه ولا اي حاجه. ليه؟ خلاص اهو عماله اشيل واهبط فيه، اشيل واهبط اهو، مخروش كده ومقرمش وايه، تحفه التحفه. يلا اديه. يا سلام بقى جنب طبق بطاطس بقى محمر وصوص الفلفل المشوي، بس ما عنديش صوص فلفل ولا عندي بطاطس، فهناكله بقى كده بعيش ونحط جنبنا الصوصات العاديه وخلاص. بصوا حاجه كده عظمه، اعملوها وهتدعوا لنا والله. سخنه نار خفيفه طعمه، والقلب بتاعها بقى بصي سخنه نار ولعه على ايدي. الله الله على الخلطه اللي في القلب دي. طب ندوق كده، بسم الله. معايا صحيح قرمشه. اعملي طريقتي وهتدمنيها، واللي ما بيحبوش هياكلوا بعديها. ايه رايك في السجع ده؟ جرنشتها بقى بشويه بقدونس كده على الوش، وجنبها بقى طبق بطاطس محمره، او جنبها بقى صوص الفلفل. صوص الفلفل ده عباره عن ايه؟ بجيب فلفل احمر رومي على سبايسي واحطهم في الاير فراير او اشويهم في الفرن مع زيت زيتون ومكان فص توم، وبعدين اهرسهم، وبعدين احيقهم بملح وفلفل وليمون وخل، ويحطهم جنب الوصفه كده. تحطي القرنبيط فيها وتاكليها، بتبقى جميله. او جنب طبق بطاطس محمره وزيتون ومخللات، والف هنا وشفا. يا ريت الوصفه لو عجبتكم تكتبوا لي في الكومنتات، والناس اللي عملتها قبل كده يا ريت يطمنوا الناس في الكومنتات ويقولوا رايهم بكل مصداقيه، واللي ما شافهاش قبل كده يقول لي ايه رايه فيها، وشير في الجروبات عشان الناس تستفاد بالوصفه. وما تنسوش طبعا تدعوا لاخوانكم ربنا ينصرهم ويحفظهم ويقويهم ويطعمهم من جوع ويأمنهم من خوف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلى وأحب إخوة لي.